ثلاث مدربين مرشحين لتدريب النادي الأهلي. أولهم وهو كارلوس كارفاغال المدرب البرتغالي اللي النادي الأهلي اتفق معاه على كل حاجة، بس واقفين على حاجة واحدة بس، إن كارلوس كارفاغال لو عايز يمشي من النادي الأهلي هياخد عقده كامل، ولكن النادي الأهلي قال له هتاخد إيه؟ هتاخد 6 شهور، ودي في حالة إن أنت في أول سنة خدت بطولتين من البطولات اللي النادي الأهلي هيشاركها. في نفس الوقت النادي الأهلي بيكلم المدرب البرتغالي أيضا برونو لاج مشكلته مع النادي الاهلي ان هو مش عايز يجي يدرب في مصر، فدي المشكله اللي موقفه ما بين النادي الاهلي وبرونو لاج، والنادي الاهلي مش عارف يفاوض مع برونو لاج. طب في حاله ان ما فيش حد من الاتنين مدربين دول النادي الكلام مشي معاه والنادي الاهلي خلص مع حد منهم، هيبقى مدرب النادي الاهلي هو المغربي حسين عموته. حسين عموته هو افضل المسيره في الثلاثه، لان حسين عموته معاه 10 بطولات منهم دوري ابطال افريقيا، وحافظ النادي الاهلي لانه كان بيدرب في افريقيا وهو مغربي. وكده يبقى قلت لك مين المدرب الاقرب للنادي الاهلي، واكتب لي رايك في الكومنتات مين الافضل للنادي الاهلي من الثلاثه اللي انا قلت لك عليهم. وبس كده، سلام.